من مغرب النهارده اللي هو مغرب الخميس هتبدأ أول ليلة من ليالي العشر من ذي الحجة، الليالي اللي أقسم ربنا سبحانه وتعالى بيهم في القرآن في سورة الفجر والفجر وليال عشر. وعشان تدرك فعلا أهمية الأيام ديت وعظمتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. وطبعا احنا في الفترة ديت عملنا ذنوب كتيرة جدا، وزي ما بنفكر ازاي نطهر نفسنا خارجيا ونتزين ونستحمى ونلبس هدوم جميلة ونشتري هدوم جديدة، لازم نفكر ازاي برضو نطهر نفسنا داخليا، ازاي نطهر قلوبنا، ازاي ننقي قلوبنا من الذنوب والمعاصي. فخليك معايا علشان اقول لك على بعض الاعمال الصالحة اللي احنا ممكن نعملهم في العشر ايام دولت، وانت طبعا ممكن ان انت تزود عليهم على حسب مقدرتك. رقم واحد: التوبة، ثم التوبة، ثم التوبة. لو في اي ذنب انت ملازمه، اي ذنب انت مصر عليه، اي ذنب مش قادر تبطله، ابدأ من النهاردة، من اول ليلة في ليالي العشر من ذي الحجة، بطل الذنب دوت، اقلع عن الذنب دوت خالص. لو انت مش بتغض بصرك غض بصرك، لو انت بتشرب سجاير بطل تشرب سجاير، توب من النهاردة. لو انت مش لابسه الحجاب البسي الحجاب وتوبي لربنا. لو انت مش بتلبسي الحجاب اصلا بشكل كويس فالبسيه بشكل كويس والبسي الحجاب اللي ربنا امرك بيه. لو انت او انت بتعملوا اي معصيه، لازم كلنا نبطل المعصيه ديت ونتوب لربنا منها ونسال ربنا ان هو يعيننا على التغلب عليها. لازم نجاهد نفسنا ونبدا اول ليله من ليالي العشر من ذي الحجه نطهر نفسنا، نطهر قلبنا من الذنوب والمعاصي ديت، ونبدا بدايه جديده مع ربنا في كل شيء، في اهم شيء واول شيء وهو التوبه. رقم 2: الصيام. الصيام بلا شك من افضل الاعمال الصالحه اللي انت ممكن تعملها في العشر ايام دولت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، الى اخر الحديث. شوف فضل الصيام عامل ازاي. يعني الصيام في هذه الايام من افضل الاعمال الصالحه اللي انت ممكن تعملها وتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين يا جماعه نمسك في اي حاجه تقربنا من ربنا، محتاجين يا جماعه نمسك في اي حاجه تطهر ذنوبنا. فالصيام دوت من اهم الاعمال ومن افضل الاعمال اللي انت ممكن تعملها في العشر ايام دولت. فهتبدا باذن الله تصوم من بكره اللي هو يوم الجمعه الى يوم عرفه باذن الله. هتيجي تقول لي: طب عدد ساعات الصيام هتبقى كبيره جدا و16 ساعه برضو كتير والجو حر ومشقه وتعب والكلام ده كله. انت نسيت حاجه مهمه جدا، ان كل دوت هيكون اجره برضو كبير، كل دوت هيكون اجره برضو عظيم. فما تخليش الشيطان يضحك عليك ويبعدك عن الثواب الكبير دوت. رقم 3: الصدقه. بص، مهما كانت ظروفك، مهما كانت الحالة اللي انت فيها، مهما كانت الفلوس اللي معاك، تصدق كل يوم. لو هتتصدق بجنيه، ب2 جنيه، بأي مبلغ انت هتقدر تتصدق بيه تصدق بيه. هتيجي بقى تحسب لها وتقول: طب انا مش معايا فلوس دلوقتي والحالة دلوقتي مش قد كده والظروف تعبانة وصعبة خالص وكل حاجة بتغلى. افتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ما فيش صدقة انت بتطلعها بتنقص من فلوسك شيء، بالعكس ده بتزيده كمان. فتصدق لأن الصدقة أجرها عظيم جدا بإذن الله. فتصدق لأن الصدقة مهمة جدا وهتؤجر عليها في الأيام ديت، وما تحسب لهاش أبدا، لأن الفلوس اللي أنت بتتصدق بيها ما بتنقصش من فلوسك الأساسية، بالعكس ده بتزودها والله العظيم. رقم 4: الذكر. اذكروا الله. عندك اوقات كتيره فاضيه في يومك تقدر فيها ان انت تذكر ربنا. حافظ على اذكار الصباح، حافظ على اذكار المساء، حافظ على الاذكار اللي بعد الصلاه، حافظ على اذكار كتيره في يومك. استغفر ربنا. الاستغفار مهم جدا جدا جدا. استغفر ربنا في يومك على قد ما تقدر، استغفر كتير جدا. اكثر من ذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اكثر من ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فحافظ على الذكر في يومك بشكل اساسي، لازم تحافظ على الذكر كل يوم لأنه من أهم الأشياء. رقم 5: قراءة القرآن. حاول انك تختم القرآن مرة او مرتين في العشر ايام ديت، اللي تقدر عليه اختمه مرة او مرتين، بس اهم حاجة ان انت تقرأ قرآن في العشر ايام دولت. المفروض اصلا في كل الايام اللي في السنة تخلي ليك ورد يومي تقرأ فيه القرآن، ولكن برضو حافظ على القرآن في العشر ايام ديت، واعرف ان كل حرف انت بتقرأه بتاخد عليه حسنة، والحسنة ب10 امثالها، في ايام العمل الصالح فيهن اعظم من اي ايام تانية. فشوف الاجر العظيم اللي انت هتاخده في العشر ايام ديت. فاوعى
اوعى بالله عليك ان انت تضيع اي اجر او اي ثواب تقدر تاخده في ال10 ايام دي. سادس حاجه الصلاه في جماعه. صلي في المسجد، ما تصليش في البيت. صلي في المسجد وما تصليش في البيت. صلي في المسجد لان الصلاه في المسجد مهمه. انت ما تصليش في البيت غير لو انت عندك عذر. ما عندكش عذر فانت المفروض ان انت تصلي في المسجد. صلاه الراجل المفروض تكون انها في المسجد، وصلاه الست المفروض انها تكون في البيت. فحافظ على الصلاه في المسجد. اول لما الاذان ياذن خد بعضك كده وانزل روح المسجد صلي. كل خطوه بتخطوها وانت رايح للمسجد بتاخد عليها حسنه. وصلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه. فحافظ على الصلاه في المسجد. خليك ناصح كده، واي حاجه فيها ثواب واجر ليك روح على طول واعملها. رقم 7 خلي ليك وقت في المسجد. يعني ما تخلصش الفرض اللي انت بتصليه وبعد كده تقوم قايم مفلسع على طول ورايح على البيت. لا، خلص الفرض بتاعك وقول اذكار الصلاه وبعد كده صلي السنه، وبعد كده لو هتقعد حابه تقرا قران او هتعمل اي طاعه تقدر تعملها في المسجد. لكن ما تخلصش الصلاه بسرعه وتقوم جري على طول على البيت. فخلص صلاتك وحاول ان انت تعمل اي طاعه، لان من السبعه الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. رقم 8 قيام الليل. بص، صلي قيام الليل بالعدد اللي تقدر عليه. لو هتصلي ركعتين بس صلي قيام الليل بالعدد اللي تقدر عليه. عايز تصلي ركعتين، عايز تصلي 4، عايز تصلي 8، عايز تصلي العدد اللي تقدر عليه صلي. المهم تصلي واختم في الاخر بركعه وتر، لان قيام الليل له ثواب عظيم وله اجر عظيم جدا عند ربنا. لان ربنا سبحانه وتعالى بينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل نزولا يليق بجلاله فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. بالله عليك دي حاجه ممكن تضيعها منك. فحافظ على قيام الليل باي عدد انت تقدر تصلي بيه قيام الليل. هتصلي ركعتين صلي، هتصلي 4 صلي، هتصلي 6 صلي، هتصلي اي عدد من الركعات صلي، واختم في الاخر بركعه وتر وادع ربنا باللي انت عايزه وباذن الله ربنا يستجيب لدعائك ده. رقم 9 صلة الرحم. صل رحمك لو بمكالمة تليفون. لو هتروح عند أي حد من قرايبك تقعد بس عنده 5 دقايق 10 دقايق تطمن عليه تشوف صحته تضحك معاه حبة وبعد كده تروح تاني. لو إن أنت مثلا هتصالح 2 من قرايبك متخاصمين مع بعض، هي دي صلة الرحم. صلة الرحم مهمة جدا فحافظ عليها في الأيام دي. رقم 10 ابتسم في وجه أخيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فتبسم في وجه أخيك المسلم. ومش بس كده كمان، لا ده أنت عينه على الطاعة اللي انت تعملها قول له عليها عشان هو كمان يعملها. اي عمل انت بتعمله صالح قول له عليه وارشده ليه عشان هو كمان يعمله وانت تاخد الثواب وهو ياخد الثواب. خد بيد اخيك الى الجنة. كلنا اخوة في الاسلام، فاي حد تشوفه مقصر في حاجة انصحه على طول ان هو يعالجها. اي حد تشوفه مقصر في طاعة معينة انصحه على طول ان هو يلتزم بيها. اي حد تشوفه بيعمل ذنب معين انصحه على طول ان هو يبطل الذنب دوت ويلتزم بطاعة معينة. فحاول ان انت تدعو الى الله وتنصح اخوك المسلم في هذه الأيام. نصيحتك لأخيك المسلم ديت هتبقى ثواب ليك وثواب ليه، وبإذن الله تاخدوا بإيد بعض وتروح الجنة. افتكر الآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا ما وفقني ربي إليه. طبعا انت تقدر ان انت تزود على الكلام اللي انا قلته دوت اي حاجه من عندك. المهم ان انت تلتزم بالاعمال الصالحه في الايام ديت وما تخليش الشيطان يضحك عليك وما تخليش الشيطان يخليك تذنب في الايام ديت. ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويخليك تاثر في الايام ديت، لان الايام ديت بجد احنا محتاجين عشان نتقرب الى الله وتكون سبب في ان ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويطهر قلوبنا وتكون سبب بس في بدايه تغيير في حياتنا ان احنا نتقرب الى الله بشكل افضل ونكون على طاعه الله دايما. وما تنساش ان انت بداية من مغرب الخميس اللي هو النهاردة ان انت تكبر وتهلل وتحمد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام، وان ربنا وفقك للايام ديت ده حاجة عظيمة جدا فاحمد ربنا عليها. وما تنساش تشير الفيديو لكل اللي انت تعرفهم علشان تنال الثواب وهم ينالوا الثواب واحنا كلنا ننال الثواب بإذن الله، لأن الدال على خير كفاعله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.